سيفعل الناس أي شيء مهما كان سخيف لتجنب مواجهة ضمايرهم. يا خبر أبيض! ده إيه الغلب ده؟ إزاي كده؟ بُصّوا، مبدئيًا مش أنا اللي قايلة الكلام ده، اللي قايل الكلام ده الطبيب النفسي الشهير مؤسس علم النفس التحليلي كارل يونغ. قريت الجملة دي واستوقفتني جدًا. أيوه، يعني أنت عايز تقول إيه؟ بدأت أفكر كده فلقيت إنه إيه المقصود بالضمير؟ الضمير اللي هو صوتنا الداخلي. طيب هل إحنا فعلًا ممكن نعمل أي حاجة عشان نتجنب المواجهة دي؟ طبعًا الجملة مش على عمومها، وارد إنه في ناس تعمل كده، والحقيقة إنه ده بيحصل مع ناس كتير جدًا، جدًا. طيب بيعملوا ده ليه؟ لإنه من أصعب الحاجات هي مواجهة النَفْس و خاصةً لمّا يبقى في أخطاء أو لمّا يبقى في عدم رضا أو لمّا يبقى في مشاكل وصراعات داخلية. الناس بتعمل إيه عشان الأشياء السخيفة اللي هو بيقول عليها كارل يونغ ده يعني إيه الحاجات السخيفة؟ الإنكار، يعني نشتغل نفسنا، نعمل نفسنا مش واخدين بالنا، نتجاهل الحكاية، أو نبالغ جدًا في تبرير أفعالنا علشان نثبت قد إيه إحنا صح، ونحصل على مباركات من الآخرين يقولوا لنا أنتم صح تمام، ما فيش أي حاجة، ولكن يبقى إنه إحنا من جوّه جدًا عارفين إنه في حاجة مش مريحانا، ومهما الناس قالوا لنا ده لو في حالة وعي ذاتي كده ومصحصحة، بنبقى عارفين إنه مهما اتقال لنا كلام يدعم مواقفنا، لكن من جوّه إحنا مش راضيين. إيه تاني الحاجات السخيفة؟ إنه الناس ممكن تدخل في معضلة كده إن هي تسحب نفسها في الشغل وفي في حاجات كتير تغلوش يعني، الناس تغلوش على نفسها بانشغال مُبالغ فيه علشان تهرب من حكاية مواجهة الضمير دي ويطلّعوا قيمة أحسن أو تبقى هي اللي ظاهرة وواضحة إن إحنا تمام بنشتغل يعني بننجز حاجات. في ناس بتعيش وتموت وهي مش منتبهة لده أصلًا، وفي ناس بتنتبه لده بس تبقى عايزة حد ياخد بإيديها نعمل ده إزاي. عملية المواجهة مسألة محتاجة شوية أُسس كده مهمة جدًا إن إحنا نعرفها. مش هينفع نعمل مواجهة بطريقة جلد الذات، يعني لازم نفرّق ما بين الاعتراف والقبول إن إحنا عندنا مشاكل، وإن إحنا عندنا أخطاء، وإن إحنا ارتكبنا أخطاء، وإن إحنا قادرين نفرّق ما بين الخطأ وبين وصفنا لنفسنا. يعني مش معنى إن أنا أخطأت فيساوي إن أنا إنسان سيء وإنسان رديء ويعني ولازم أتجلد، لأ. ممكن البني آدم يبقى عنده أخطاء، وكل الناس عندها أخطاء، ممكن يبقوا ناس كويسين جدًا، عظماء جدًا، فاضلين جدًا، عندهم قِيَم ممتازة جدًا. فالمهم إن إحنا نبقى قادرين نعترف بالخطأ بحجمه ونقبله، وكمان نبدأ نسامح نفسنا على أخطائنا تدريجيًا واحدة، واحدة. الحقيقة إن إحنا لمّا بنمشي في الرحلة بتاعة إن إحنا نواجه صوتنا الداخلي، لو مشيت بطريقة صحيحة ده بيعمل تطوّر مش إنساني بس، ده بيعمل تطوّر روحي، يعني روحنا بتخِف، أرواحنا بتبقى خفيفة، بتبقى آمم تلاقي ناس كده تشوفهم تقول إنه ناس هيِّنة وليِّنة ومتصالحة، ما ده مش بيحصل في يوم وليلة. يعني فكرة إن إحنا نبقى قادرين نحُط إيدينا ونواجه نَفْسنا برحمة ونتسامح ونناقش نَفْسنا ونعرف بالورقة والقلم كده، والكتابة دي حاجة مهمة جدًا، 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 إن إحنا نكتب كده، نكتب جوابات لنَفْسنا. هو أنا عملت كده ليه؟ وكانت إيه الفكرة اللي حرّضتني إن أنا أعمل كده؟ ولو اتعاد الموقف، طَب أنا إيه التصرُّف اللي هيبقى مخلّيني راضية عن نَفْسي أو محسّسني إن هو ده التصرُّف اللي يشبه معتقداتي وقِيَمي وأفكاري ومشاعري، إيه الأحسن؟ أبدأ أصحّح نَفْسي واحدة، واحدة، واحدة. هنا بيحصل التصالح. لو حصلت هذه العملية بالكتابة والوعي والتدريب عليها بتفرق تمامًا مع البني آدم. عدم مواجهة الضمير ده جحيم. لو عايزين نخرج من هذا الجحيم وننقذ نفسنا منه، فهو مش هيحصل غير بإن إحنا نبقى واعيين، نبقى صُرحا مع نفسنا، نبقى بنواجه نفسنا
ولكن برحمة. الرحمة هي من أهم الحاجات اللي بتخلينا بني آدمين قادرين نرحم نفسنا، واللي يقدر يرحم نفسه أكيد هيقدر يرحم الآخرين. وإحنا الحقيقة في الزمن اللي إحنا عايشينه ده محتاجين قوي 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 الرحمة في حياتنا.